السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم متابعين قناة أهل فرانكو. في بداية الكلام صلوا وسلموا على رسول الله، وأتمنى منكم الاشتراك في القناة. عايزين نوصل ل 1000 مشترك، يعني أنا أقل من 1000 مشترك، عايز أعدي ال 1000 مشترك. أتمنى منكم الدعم وإن أنتوا تشتركوا في القناة. طبعا مش هخبيكم سرا، من امبارح الواحد جواه يعني حالة كده من القرفة، يعني من اللي حصل في موضوع كلاتنبرج. كلاتنبرج موضوع يعني وصل لمرحلة كده عالمية، وصحف قال لك هرب واتهموه بالشذوذ، وكانت كعبلة جامدة قوي. يعني كان أمر ما كانش كويس، يعني كان سخيف، وكانت فضيحة جامدة قوي. لكن على الرغم من ذلك سيبنا بقى من كل موضوع كلاتنبرج ده كله، ونرجع للموضوع ده للمسؤولين، نشوفهم هيكونوا مسؤولين في الحدث ده او ايه اللي هيحصل يعني، وما علينا. لكن اتفرج على التناول الاعلامي اللي حصل حوالين الموضوع ده. هات كده اي مذيع من قناه طبعا المحايده، سيبك من قناه الزمالك، اي مذيع بيتكلم، في اللي ماسك العصايه من النص وفي اللي هاجم، قال لك ما ينفعش يا جماعه سمعه مصر او كده، وده اللي طبعا اللي بيبقى خايف فعلا على مصر فعلا، وفي اللي قلب الامور راسا على عقب. طبعا ما تابعتش كل الاعلاميين لانهم كلهم بيجوا الساعه 11 بيبقوا هجم كده حضرتك، فانا بالصدفه يعني اللي جه قدامي كان اسلام صادق على قناه تاين 10، كنت اقول تاين سبورت، قناه 10. على قناه 10 المفاجاه كلها ان هو بيبرر، مش بيبرر يعني، هو سايب الموضوع كله، سايب الشتايم وسايب السباب وسايب الاتهامات، ويقول لك اصلك هو بيتكلم، هو انت يعني كنت عدلت التحكيم؟ ما انت كنت يعني قاعد لي بره. ما كلام كله لذيذ قوي وحلو، هو كان قاعد بره وبيدير الامور من بره وعنده اجازات كتير وبتاع، ده يتسال عليها اتحاد الكوره، يتسال عليها اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اللي بيتسب ويتشتم من رئيس نادي جوه مصر وهو اتحاد الكوره، وما بيعرفش ياخد حقه، هو نفسه ما بيعرفش ياخد حقه، فما يسالش على حد تاني. انت بتتفق مع كلاتنبرج على الوضع ده ليه؟ اتفاقك مع كلاتنبرج على الوضع ده ليه؟ يعني انت مثلا هو ماسك عليك زله يعني؟ اكيد لا، الراجل عايز يخلع اصلا ومشى. خلاص سيبك من كلاتنبرج، ما ينفعش يجي اصلا بعد ما عمل صدام بينه وبين النادي. المفروض اصلا نجيب له حقه الاول من النادي، بس هو عمل صدام بينه وبين النادي، خلصت، انتهى الامر. دلوقتي هو في، هات لنا حكم تاني، خبير تاني اجنبي فعلا، وهات واحد متفرغ. هو خلاص اللي خلق كلاتنبرج ما خلقش غيره، ولا لازم نجيب واحد شغال في اتحاد قار تاني، ولا اتحاد لدوله تانيه، او اتحاد يعني شغال تبع اي لجنه تحكيم في اي داهيه؟ ما نجيب واحد متفرغ، واحد لسه معتزل قريب يعني، ويجي يشتغل، يقول له تعالى اتفضل حضرتك اقعد طور لنا المنظومه هنا، تبقى انت الحكم على الناس دي كلها فعلا كحكم انت هنا وماسك لجنه التحكيم، تكون حكم كمان على اللي بيحكمه، تشوف مين فيهم يستحق ان هو ياخد مطوشه ويكمل، وتحاول تطور الامر ده وتشوف تدريباتهم وخلافه، وتعالج لهم الاخطاء وكده، واقعد هنا زي ما الانديه كده بتجيب مدرب اجنبي يطور اللعيبه ويطور الفرقه ويطور بتاع، ويبقى قاعد. هات لنا واحد متخصص تحكيم لسه معتزل قريب، مش معتزل لسه ناوي يعتزل، اتفق معاه من دلوقتي، وهاته قعده وثبته عشان تحكم على التجربه بجد. مش عامل اتفاق لتجربه خربانه وتيجي في الاخر تقول والله التجربه الخربانه دي انتوا هو ما كانش بيجي، ما بيجيش، هو بيجي ما بيجيش، خلاص هو دلوقتي مش ماشي. هات واحد بقى من اللي هو يجي يقعد اتفق معايا على غرار الانديه ما بتتفق مع المدربين الاجانب اللي بيجيبوها، بس حاجه بسيطه وسهله جدا. ورغم ذلك حقق في اللي اتشتم، والراجل ده اما اتساله هل ده صح ولا لا، ولو حد ساله يتعاقب، حاجه بسيطه جدا. ايه الحكايه مالكم بتلفوا وتدوروا ليه؟ وهو لو مش مناسب هاتوا حد مناسب. لكن انت دلوقتي في خلال الراجل اللي مش مناسب، اللي مش قاعد، اللي كان بيراقب، اللي كان بيبص، اللي كان بيعمل، وكان يعني نسبه النزاهه والبتاع على كلام بعض الاعلاميين وبعض الناس يعني حته صغيره زادت، شوف الفرق في الجدول بين الاهلي وبين اي نادي تاني. فما يعني ما فيش تعليق. كمان مصطفى محمد طلع في القناه للنادي اللي بيلعب فيه في فرنسا، بيقول لك في الانتقال الاول او العرض لما جاله الاول من فرنسا ان كان في حد طلب منه سمساره او رشوه او يعني ايا كان يعني، ده جوه نادي الزمالك، سمساره او مش عارف ايه وبتاع. وده طبعا يرجعنا لموضوع ريع، وطبعا مش عايز اتكلم فيه عشان هو راجل محترم جدا، ولا يا جماعه ما حدش يقعد يتكلم ولا يقول وبتاع، لان جماهير نادي الزمالك سلخته عشان هو لمح ان اللاعب ده شيكابالا، اما طلب منه فلوس او طلب منه حاجه ولازم تيجي تحضني ولازم ما تيجيش تحضني، ده سيستم جوه نادي الزمالك، والجماهير يعني سلخته او بتاع. مش عايز اتكلم كتير عن الراجل مش حابب ان هو يخش في اي ماده اعلاميه او اي حاجه، ومش طالب معاه المضايقات دي، هو طالع بس حتى كمان يتكلم بتلقائيه، انا طلعت يا جماعه طالع لعيب وبتاع وبلعب، لكن انا دلوقتي شغال وعندي مثلا اي استثمار او اي شغل او اي حاجه، ومش عايز ابعد عن المجال ده، فلينا ليه احترام والتقدير يعني. لكن في حد ذاته جماهير الزمالك، ودي اللي ان شاء الله المولى عز وجل لايف بكره هعمله عن جماهير الزمالك. جماهير الزمالك عقليتها فظيعه،
الا من رحم ربي يعني، في ناس طبعا اكيد محترمه وبتاع، لكن جماهير الزمالك نفسها فظيعه. انا قعدت في خلال الفتره اللي فاتت دي بخش سبيسات، وده هيكون موضوع لايف بكره مش هتكلم عنه النهارده. خدت سبيسات على تويتر لجماهير الزمالك، حاجه في منتهى الغرابه. بس هم بيتكلموا في المشكله دي ازاي؟ كاهلاوي لا يا جماعه تمام، انتوا استمروا كجماهير، استمروا على الفكر ده، استمروا ان انتوا بتدوا اللوم لاي حد بعيد عن مستشار مرتضى منصور. وبرده مش بقول كله، انا دخلت سبيسات تانية او سبيس يعني هو اللي قابلني، يمكن في كتير، يمكن هو ده اللي قابلني يعني. كانوا بيتكلموا وكاتبين العنوان بتاعهم الزمالك مش هيثبت حد. يعني الناس كاتبه العنوان بتاعها الزمالك مش هيثبت حد. اتبسطت جدا من العنوان ودخلت اسمع، وبرده انا ما بشاركش بالكلام ولا القول يعني، ما اتكلمتش، انا بسمع بس ايه اللي بيدور، مش تصنت ولا حاجه، بس عايز افهم العقليات الموجوده بتدير ازاي او بتفكر ازاي. الناس اتكلموا بكل احترام كل كلام، واتكلموا على نقط قويه جدا. سبيسات تانية بقى يا مش ممكن بياخدوا كلام مرتضى منصور والاعلام ده بشكل فظيع يعني، بالنسبه لهم ده الميه يعني. بكره نتكلم على النقط اللي قالوها يعني، بكره بقى ايه اللايف اللي انا هعمله ده وهسيبه زي ما هو اتفرجوا عليه. اعلام الزمالك بقى اللي هو بيوصل لهم المعلومات دي، طلعوا بقى يعني مؤتمر تقديم اسامه نبيل لمرتضى منصور. فبعد المؤتمر على طول طبعا فاهم مجموعه كده الهزازين يعني ناس محترمه، قامات كلها كبيره، قعدوا يقول لك الاهلي بيتشدق بالمبادئ ويتشدق مش عارف ويتصدق ويتحدق قعدوا يكلموا كده كلام لذيذ قوي تمام. فجيهم ايه وتصدق لهم المبادئ، وكهربا ما شتم وكهربا ما عمل هم جايين من يعني رئيس الزمالك بيقدم اسامه نبيل، فهم جايين بعد الفتره دي بعد الحته دي كده بعد ما قدم اسامه نبيل، وطبعا اتمنوا التوفيق وبتاع، وبداوا يتكلموا تاني يرجعوا لموضوع كهرباء، وقال لك المبادئ مش المبادئ، راجل بيفسد الاخلاق، والشتائم اللي اتقالت ما حدش ينفع يسمعها وبتاع. هم راجعين بقى ايه من مؤتمر عامله رئيس نادي الزمالك بيقدم فيه اسامه نبيل، شاتم فيه 3 4 كده يعني، فاهم انت، منهم مش عارف حسين لبيب ولا مش عارف ايه اللي هو كان ماسك قبل منه، واتهامات كلها فاهم انت اي جزافا كده، وانت ومش انت وتغميزات وبتاع. هم بقى جايين بعديها يقول لك بقى يعني اللي عملوا قرار ده عيب، والناس بقى الاعلام بقى اللي بيتكلم وبيطنشوا وبيكيلوا بمكيالين، ومفيش حاجه اسمها يكيلوا بمكيالين. ولو حد شتم اي جمهور دي عيب، اي لاعب يشتم اي جمهور ايا كان، اذا كان جمهور طبعا ده في المقام الاول، واي جمهور حتى لاي منافسين عيب، واي لاعب لو شتم ده الجمهور هيرد عليه بشتيمه، الجمهور خط احمر، ده كلام منتهي. الجمهور حصانه، اساس اللعبه جمهور، اتفقنا على ذلك. اللي عمله كهربا كان بيكلم حد بعينه زي ما هو بيتكلم في كل القنوات. غلط غلط، لكن برضو الكلام في حد ذاته بقولها اهو. اوف كهربا حط الجون صح، اوف كهربا حطه صح، اوف عقد كهربا صح، ايا كان هو الراجل قصده حاجه ممكن تكون يعني فيها غيظ كده زي ما هو بالشتم، هي كده ما تجيش الا كده. مع انتوا الوضع اللي وصلتونا فيه هو اللي انتوا اللي وصلتونا، انتوا اللي بداتوه طبعا يعني. حتى المؤتمر اللي كان جاي يعني مش ممكن مرتضى يقول لك انا مش شغالين عند حد، احنا مش شغالين عند حد، حلو قوي مش شغالين عند حد، وبعدين جمهور قال لك هاتوا فريرة، جبنا فريرة، الله طب ما انت ماشي ورا الجمهور، مشوا هاتوا شلبي، جبنا شلبي اللي هو اللعيب اللي اسمه مصطفى شلبي ولا مش عارف اسمه ايه، مشوا فريرة مشينا فريرة. احنا ما بنشتغلش عند حد، حضرتك مش انا اللي قلت، حضرتك اللي بتقول ما بنشتغلش عند حاضر تمام، بس انت برضو عمال تقول هات كذا هات كذا هات كذا. طب ما انت كويس ولذيذ وبتشتغل اهو بتنفذ يعني جمهور الزمالك، وده شيء كويس ان انت الجمهور اللي يطلبه او يبقى عايزه يجيبه، بس انت المفروض تشتغل على اطر فنيه وبتاع. قال لك احنا كلمنا والورق وقعد يفرش ورق وقعد يفرش حاجات كده، وفي الاخر ايه قال لك احنا كنا واخدين القرار وبتاع. ما دي كارثه حضرتك ان انت تطلع تقول انا اخد القرار نهائي، ولا منك دعمته ولا منك قلت له امشي، ولا ايه انا سبتهم عشان الولاد ما تتوترش ماتش المحله، ما وترتهمش او متغلبوا وكده. لا الكارثه كلها ان كان عايز يوترهم 3 مطوشه ورا بعض. شوف العقليه بقى والاداره الحكيمه، 3 مطوشه ورا بعض والقرار ماخوذ وهنطلع في الوقت اللي يعجبنا، مش اي حاجه يعني. طبعا يعني والله اللي ما اتفرجش على حلقه سيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ مع امير هشام في بلس 90 يعني فاتوا كتير، حلقه في منتهى الروعه. كابتن سيد عبد الحفيظ مش محتاج ان انت تجيب كلامه وبتاع، انت اتفرج بس على الحلقه وشوف هو بيتكلم، ردود عقلانيه، واحد بيتكلم بكل عقلانيه بكل يعني بيرد كده ويشطف اللي شطفه وهو مهذب ومحترم. اللي ما شافهاش يروح يشوفها، مش محتاج ان انا اتكلم واقول لك ده هو قال كده وعلى السحر والموقف بتاع فلان وشويه الحاجات اللي هو قاعد يقولها، بص اللي كانت يعني زي ما بيقولوا قصف جبهه اللي كده. خش اتفرج على الحلقه كلها، اسمع الكلام واسمع الكلام المظبوط، وما بيكسف جبهه او بيتريق بكل ادب واحترام، حاجه في منتهى الروعه وعقليه جامده وحفظ تواريخ، حاجه يعني قويه جدا. في النهايه ان شاء المولى عز وجل بكره الجمعه ان شاء المولى عز وجل هعمل لايف وهسيبه زي ما هو، اللي هيلحقه او بعد كده ممكن يخش يتفرج عليه، عن جمهور الزمالك. واللي انا شفته
او سمعته من جمهور الزمالك في الاسبيسات اللي دخلت فيها، والكلام اللي هم بيتكلموه، وهي مش هتبقى حاجه يعني كبيره يعني، بس هو كام نقطه كده لفتوا نظري، كام نقطه لفتوا نظري حبيت ان انا اقولهم يعني على المواضيع طبعا والاحداث اللي هتكون موجوده ان شاء المولى عز وجل بكره، ومنها ممكن يكون الاهلي مسافر والقائمه بتاعته وخلافه. اتمنى التوفيق ان شاء المولى عز وجل للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وفي اخر الكلام صلوا وسلموا على رسول الله، ما تنسوش تشتركوا في القناه. تحياتي ليكم، كان معاكم فرانكو حسب، واتقابل معاكم في فيديوهات تانيه. سلام.